أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد المحلاوي، صاحب شركة MG لاستصلاح الأراضي بالفرافرة. النهاردة الفيديو غريب شوية بعنوان عشان ما تنضربش على قفاك في الواحات. الفيديو ده يعني رد على واحد حاقد حاسد. هو شايفك كل يوم بتكتب عقد، شايفك كل يوم بتصور أرض، دي 2000 فدان، دي 600 فدان، دي 500. فهو شايف إن أنت بتجيب الألوفات دي منين، ألوفات الأفدنة دي منين. هو من عند الله سبحانه وتعالى. أنا قلت يا جماعة، أنا دخلت الفرافرة هنا، يعني على قدي، كنت طمعان في 10 فدان، ربنا اداني من وسع. وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى الناس بتحبني ومحدش بيعترض عليا في حاجة. وصورت في جميع فيديوهاتي مقاطع من ناس بتثني عليا ان هي دفعت لي فلوس بقالها سنة وكانت خايفة، وجت لقتني بقول لها دي ارضك اهي، وما كانش في عقد ولا حاجة، فقط ان انا بعت له فيديو ان انا وصلني منك كذا. وبعت في كل فيديو ببيع ارض بنزل حاجة، حد اثنى عليا وقال الراجل ده هو كويس. ففي واحد حاقد وحاسد صعبان عليه ازاي يبيع ده، فبيحاول يحارب فيا بكافة الطرق. عمل فيديو بعنوان ان الارض ب6000 جنيه، شوف وضعها ايه الارض ده اكيد واحد نصاب، ازاي تسمع كلام. وصل ان هو يشتم عشان يستفزني ارد عليه. انا عارف ان هو يعني هو هيبقى فرحان حتى لو انا شتمت ان انا برد عليه، بس انا عايز ابين ان انا عارف حقدك وحسدك. مش انت مش فاهم، لا انت فاهم، انت فاهم وعارف، بس انت حاقد وحاسد. انا كنت في المحافظة اول امبارح، كان معايا الشيخ اسامة الفار، فقال لي ده في واحد حاقد بيتكلم عليك، ما تردش عليه، هتعمل له سعر. قلت له لا، انا هرد عليه لو عمل فيديوهات تاني. فهو بيتكلم عايزني ارد عليه، فانا هرد. الحاقد الحاسد ده بيقول لك انا مش سمسار ومش هشتغل سمسار، خلاص انا مهندس في ايه بقى؟ وبتاخد كام بايدك الجربانه اللي هي متعوره وانت مصورها متعوره وشفايفك المقيحه ان انت ما اتعشتش بقالك اسبوع؟ مهندس في ايه؟ ومش هشتغل سمسار. ده واحد بيقعد يقول لك الارض دي وحش، وفلان ده وحش، وفلان ده وحش، وفلان ده وحش، وفلان ده وحش، عشان يدفعك ان هو لما تيجي عايز تشوف ارض تقول له تعالى معايا، يقول لك لا انا مش سمسار مش فاضي. تقول له اللي انت عايزه، انا هديك 100,000 بحيث ان انت ايه، عشان ما تضيعش بقى. ما هو كله عنده وحش وهو اللي فاهم، وانا بعملها لا، وانا مش سمسار ولا هبيع لك. فهو كده اذكى من 100 سمسار. هو كده عايز يلم من كل واحد 100,000، ولما يجي عندي بيك اكيد هيقول لي انا اقنعته ان انا اجيبه لك عندك، وانا عايز العمولة بتاعتي عشان اديله العمولة بتاعته. اولا انا ما يشرفنيش ان انا اتعامل معاك، حتى لو جبت لي زباين هقول لك الزباين دي ما تلزمنيش. ده رقم واحد، لان انت حاقد وحاسد. رقم اتنين، انت البديل بتاعك بتخوف الناس عشان تديها ارض في الواحات، وارض الواحات والناس كلها عارفة، والدولة سمعاني دلوقتي وانا بتكلم، كل ما فيش ارض ورق قانوني من 2017 في الواحات. يقول لك اشتري مني وعلى القانون 144 ارض وضع يد، وعلى القانون 144 هات لي واحد اتوافق له على ارض. انت بتاخد ارض وتزرع وانت ونصيبك. طلعت لما التقنين يفتح تتقنن او ما تتقننش، وممكن الدولة تبيع الاراضي للناس. ايوه، ممكن الدولة تبيع الاراضي للناس وتاخدها من الشخص ده، ويرجع يقول لك الجيش خد الارض من الناس. الجيش ما خدش، ده هو واحد مجرم او واحد عبيط. ده واحد حاقد زي ده اداله ارض وقال له ده هتتقنن على القانون 144. طب فين يا عم القانون 144 ده؟ مفيش قانون 144. احنا في الفرافرة عندنا هنا الارض يا مزاد خلاص، يا اما الارض متقننه من زمان، يا اما مزاد، يا اما مبادره دولار، يا اما مبادره نخيل. قانون 144 ده مش شغال، لازم تكون الارض متقننه من زمان، مش شغال. ومفيش اوضاع قانونيه في جمهوريه مصر العربيه كلها غير في الوادي الجديد، الفرافره الداخله الخارجه. خلاص، يبقى انت بتقول لي ازاي تعالى خد ارض عندي وضع يد؟ يعني انت عايزه يسيب ارض مزاد بورق قانوني ويجي عندك؟ طب ما انا قلت في الفيديوهات بقول لك الارض ام 6000 دي مدفوع لها قسطين وعليها 3.
اما تيجي بعمل لك تنازل واخدك، مش هينقل لك ملكيه لما تدفع قسط. انت عمال تقول للناس ان انت الارض اتسحبت، انا بقول للشخص المجلس نفسه مش هيعمل لك تنازل الا لما تدفع قسط. فانا يعني انقل لك الملكيه، فانا بقول لك تعالى هتدفع للمجلس. يعني انا بقول للزباين بتاعتي اذا كان الحاقد ده بيقول لك الارض اتسحبت، طب اتسحبت ازاي والدوله تقبل فلوس؟ يبقى ما اتسحبتش خلاص، لان انا زارع 500 فدان، هم 2200، زارع 500 وببيع في الباقي والحمد لله شغل ماشي. يعني انت بتحاول تعطلني. انا بقول لك بص كده، ربنا سبحانه وتعالى له حكمة ان هو يرزق عباده. ممكن شكلي مش عاجبك، شايف مستكتر النعمة عليا ان انا كنت جاي عشان 10 فدان وبقى عندي اراضي كتير انا مش عارف اعدها بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل حب الناس ليا. وانا بقول ابويا ربنا من فدانين، ما بقولش انا في بطني في ايدي معلقه ذهب وانا عايش على قدي. يعني مراتي بتاخد مصروف زي اي واحده ست عادي، تقول لي يا محمد زود، اقول لها لا مثلا هتعيشي زي اي واحده ست عادي. يعني اذا كانت بيت بيعيش مثلا ب6 7000 اقول لها لا بيتنا يعيش مثلا ب15، ما يعيش باكتر من كده. لا، رغم ان انا قادر بفضل الله سبحانه وتعالى ادفع مصروف 50,000 كل شهر لبيتي، لكن انا بعيش على قدي. انا ممكن اقدر اجيب عربيه بفضل الله سبحانه وتعالى بمليون وب2، انا جايب عربيه على قدي. لكن انا بقى في الاراضي ما بخلش، بشتري، اللهم لك الحمد والشكر، فبشتري وببيع وعندي اراضي بتاعتي، اللهم لك الحمد والشكر. انت بقى عمال تحقد على الناس وعمال تعمل. طيب انا بقول للناس اي واحد ياخد مني الارض ام 6000 هيجي للمجلس الاول وقبل ما يعمل عقد يقول له انا هدفع قسط ولا 2، ايه رايك؟ قال له حلوه، يعمل. عشان الحاقد ده بيحاول يطفش مني الزباين. انا بقول لك بقى لو انت قعدت تردح ليل نهار، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيكتب الرزق، والرزق بالسعي. خلاص يا حاقد يا حاسد. وانا بقول لك ان انت هتلعب على الناس عشان الناس تاخدك تبقى تشوف لها القانونيات او تشوف الارض. انا بقول لكم الراجل ده حاقد وحاسد، الراجل ده فاشل. الناجح ما بيقعدش يحارب الناس، الناجح بيشق طريقه. ما تجيب انت تعالى ارض، ما البلد واسعه، فرافره ديت 25% من مساحه جمهوريه مصر العربيه، تعالى والعب. اما انا كنت مع الشيخ اسام قال لي محمد نتشارك، الشيخ اسام اللهم صل على النبي قال لي مشروع عنده 2000 فدان عشان ناكل عيش سوا انا وهو وغيره. انا في بيت دلوقتي، مين اللي هو شركه الاصدقاء، خلاص انا شاري حته ارض على الطريق ب2 مليون وشويه هبنيها لسه، لكن انا ساكن في الفرافره، ساكن عند مين؟ عند المنافس بتاعي شركه الاصدقاء، واحنا اصحاب. الانسان المحترم بيصاحب الناس المحترمه والشركات المحترمه بيبقوا اصحاب ومعارف. هو قاعد يطلع اشاعات على الشيخ اسامه، وقاعد عشان الشيخ اسامه مثلا يرمي له عظمه ولا يرمي له حاجه. الشيخ اسامه الدنيا كلها بتبعت له فلوس من بره وما قابلهوش. انا بفضل الله بيجيني اسبوعيا فلوس من بره، الناس بتحجز اراضي عندي والناس ما تعرفنيش. في واحد جه بيقول لي انا سمعت صوتك لله سبحانه وتعالى، انا شفت لك فيديو واحد انا بعت لك فلوس. انا اقول له لا، انت ما تبعتليش فلوس الا لما اتفق معاك في رسائل صوتيه ان انت تبعت لي فلوس كذا، بناء على الرسائل الصوتيه تقول انا بعت له بقى كذا. بعت لي حاجه ببعت لك انا فيديو بيها واقول يا جماعه الراجل ده اشترى مني مثلا في الارض اللي جاهزه على الزراعه 10 فدان خلاص ودفع حسابها. لو انا مت تسلم الفيديو ده لمراتي عشان تاخد الارض، انا عايش تجيني هكتب لك عقد ارضك لما تيجي، بيبقى نازل بعد شهرين، نازل بعد 6 شهور. وفي واحد يقول لي لا انا مأمنك، انا مش نازل الا بعد سنه ونص. فاقول له طب خلي الفيديو معاك، لو جرى لي حاجه تروح به لاهلي. خلاص. يبقى انا بقول لك يا حاقد يا حاسد، انت هتفضل كده جعان ومش هتوصل، لان الناجح ملوش دعوه بغيره، ما يحاربش في الناس. الناجح بيقعد يشتغل ويسعى. انا بقوم بصلي الفجر وما بروحش بيتي الا بالليل، انا باكل في الشارع، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. انا بقول لك يا حاقد يا حاسد خليك في حالك. انا عارف انا بهدد عرشك، لكن لو انت عايز ازاي واحد هياخد ارض ب6000 قانونيه ومدفوع مقدمه ومدفوع قسطين؟ مش معقول. هيجي ياخد ارض وضع يد عندك ب15. خلاص. ما هو الراجل ده انت بتجيب بتسمسر بس بطريق غير مباشر، اللي هو ايه بقى؟ لا انا اجي لله هقول لك حلوه ولا وحشه،
فطبعا الراجل هيتكسف وهيدي لك فلوس. طبعا انت هتاخد فلوس من الراجل اللي انت رايح تعمله. زي واحد عامل قناه ويقول لك انا مش سمسار، انت عاملها ليه؟ خدمه اجتماعيه؟ انا بقول لحد دلوقتي، انا شوف اللهم لك الحمد والشكر، عندي 5 6 مواقع 7 مواقع، اللي 1000 واللي 500 واللي 700 واللي 800، وما زلت شغال في السمساره. ومش عيب السمساره، والسمساره مش عيب، بس بشرف. لما بطلع ابيع ارض فبقول الارض الجاهزه على الزراعه باخد 1000 من البائع و1000 من المشتري، والارض الثانيه اللي هي مثلا ب 5000 والحاجات دي باخد 100 من ده و100 من ده. بس بتفرق معايا اما ابيع 1000 فدان في 100 جنيه باخد 100000 جنيه. ربنا بيراضيني ويبارك في وضع. واحد يقول لك ما تشتغلش في السمساره، ده انت معلم، انت عندك اراضي كتير. يا سيدي كله رزق، كله رزق. ربنا يرزق الناس كلها، ومش عيب السمساره، مش عيب. انت عندك مهندس احمد شلبي راجل محترم، ما بيحاربش حد. عندك فيه الشيخ موسى راجل محترم، ما بيحاربش. الناس شايفه شغلها، الناس بتكلمني تقول لي ايه رايك في الناس، بقول الناس دي حلوه، الناس دي كويسه. انت بقى عمال تحارب في الدنيا كلها عشان يعني بتاع الفرافره هيهدد عرشك في الواحات. يا ابن الناس انت ليك رزقك. وما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. طب امال ايه يا رب؟ ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. الله سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق. انت ممكن تكون واحد كده شايفه ان هو ما يسواش جنيه من وجهه نظرك، وربنا سبحانه وتعالى يديله مليون جنيه كل شهر، وانت تبقى صايع طول عمرك ما تعرفش تمسك المليون جنيه. ليه؟ لان انت عايز تهبر من ده 100000 ومن ده 100000، ده مرضيك بخمسه وده يرضيك ب3. تيجي تبص تلاقيك انت الوليه عماله تلطم لك وتديك بالبلغه في البيت، تقوم انت تطلع حقدك علينا وتقعد تقول ده نصاب. نصاب في ايه؟ نصاب في ايه؟ انا نصاب؟ ما تروح تقدم بلاغ في النيابه الصبح. الناس اللي اشترت مني تروح تقدم بلاغ في النيابه الصبح. انت اتقي الله في نفسك عشان انت حاقد ونارك هتاكلك، نارك هتاكلك. انت بتتكلم مش طايق نفسك، عملت فيديو و2 و3 ومش طايق نفسك. انت تقول لو هي ارض قانونيه يجي يبقى عليها اقساط تدفع. طب ما انا بقول للناس في الفيديوهات، بقول له تيجي معايا وتدفع اقساط، وانت مالك؟ ما تخليك في حالك. الله، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو حد سألني على حاجة اتكلم في جلسة خاصة، دي فيها كذا، ما اتكلمش على العام. انت لا يجوز تشهر بالناس، حتى لو الناس نصابة ما ينفعش تقول عليه نصاب تتحبس، لازم يبقى معاك حكم من المحكمة ان هو نصب عليك، في الحالة دي تشهر بيه. لكن لو واحد نصب عليك وانت ما خدتش عليه حكم محكمة ما ينفعش. انا فيديوهاتك عندي، انا ممكن احبسك، بس انت تافه، انا ما بوصلكش، انت تافه، انت حاقد. انا لو سبتك كده نارك هتاكلك لوحدك. انا بقول لك كده، انت مش هتعرف تضحك على البشر. كل الناس بتقول ان هي ما بتقبلكش. انا كان عندي النهارده 2 دكاتره شغالين في القصر العيني، يقول ما بنقبلهوش، لله بالله بنتفرج على فيديوهات بس ما بنطقهوش. ناس كتير الناس بكاتبالك في التعليقات بتقول لك سودت حياتنا. نعمل ايه؟ انت بتسود حياه الناس عشان ما يلاقيش مخرج غيرك، تغمي عينيه وتلبسه لده وتلبسه لده وتبيعه لده وتبيعه لده. الناس تعبانه في فلوسها، انت مش هتعرف تضحك على حد، انت مش هتعرف تضحك على حد. ما هو مش هيسيب الارض ام ورق ام 6000 ويجي ياخد منك الارض ام وضع يد ام 15. الارض ام وضع يد دي تساوي لها 3، تساوي لها 4. وبعدين الارض بوضع يد في الفرافره مثلا ب4 ب5، بس بيتعمل لها ورق. خلاص بياخدك من ايدك ويروح طالع بيك على المحافظه وعامل لك ورقك، جايبها لك امر مباشر او يدخلها لك بزات. هنا انت بقى لو بعت ارض وضع يد الواحد عندك هتعمل له فيها ايه؟ اتحداك ان فيها وضع قانوني في الواحات. الواحات اساسا فيها انفلات امني. لما بيشوفوا عربيه بنمر يقول لك ده زبون. لا، كل الواحات عربيات من غير نمر، كل الواحات انا اسف فيها سرقه. خلاص الفرافره بلد نظيفه، بلد شريفه، بلد محترمه، ما فيهاش سرقه، ما فيهاش الكلام. في حالات فرديه، بص ما فيش مجتمع ما فيهوش حاجه. بس انا بقول للاستثمار 1000 مره الفرافره برقبه الواحات، ما الواحات اقرب
كانت الناس استثمرت عندك. يعني لو انت بتحاول تهرب الاستثمار من فرافره عشان تجيب الواحات، لا، الناس كلها عارفه ان الواحات العربات من غير نمر، ان مفيش امان، ان الميه عندك نازله من الحنفيه زي البول. عمال تقول الملوحه، يقول لك 2800 جزء في المليون في الفرافره. ازاي 2800 جزء في المليون؟ مفيش ملوحه في الوادي، مفيش ملوحه هنا تعدي 400 جزء. تقول الملوحه 2800 جزء؟ فين 2800 جزء؟ طب افرض حد حللها وطلعت 300 جزء زي ما انا قايل، هيبقى شكلك ايه يا كذاب؟ هيبقى شكلك ايه يا حاقد؟ اتق الله في نفسك، اتق الله في عيالك، اطعم عيالك حلال، خلي بالك من نفسك. من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه. انا بقول لك لم نفسك، انا بقول لك احترم نفسك، احترم نفسك. الناس كلها عايزه تمسح بيك الارض، الناس كلها عايزه تمسح بيك الارض. انت نارك بتاكلك ليه؟ انت مفكر يعني اما تقعد تخوف الناس من كل حاجه الناس هتجيلك انت؟ طب ما تشوف مشاريع وتشتغل، اشتري ارض بورق قانوني واشتغل يا حبيبي، اشتري ارض زي ما احنا بنشتري، طلع في حل كيسك. اذا كان عندك بيت ولا حاجه بيعه واشتري لك يا حبيبي، اذا كان حاجه عندك حاجه بمليون ولا حاجه بيعه واشتري لك 100 فدان وتاجر، وابتدي واحده واحده وربنا هيكرمك. ما كلنا ابتدينا كده. انا نظفت نفسي في البلد وجيت وقفت على رجلي وابتديت ب 100 فدان وربنا رضاني، واحده 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 واحده. انت اتعب بفلوسك، وانت مفكر هتتعب وهتجيلك فلوس اما تحقد على ده وتحسد على ده الناس هتيجي ترمي لك الفلوس في حجرك؟ الناس كلها شقيانه يا حبيبي، الناس كلها شقيانه مش عبيطه. ما حدش، انت مش هتعرف تضحك على حد، انت مش هتعرف تضحك على حد. انت ازاي واحد هيسيب فدان ب 6000 جنيه بورق قانوني ويجي ياخد فدان عندك ب 15 جنيه وضع يد، ب 15000 جنيه وضع يد؟ ازاي؟ ازاي؟ انت خليك في حالك، لم نفسك، لم نفسك، لم نفسك. وانا بقول للناس خلوا بالكم من الاشكال دي، لان الاشكال دي عايزه تسكك على قفاك. الاشكال دي عايزه مفكر الناس عبط، ويقعد يتكلم يقول لك، يقعد يصلي على النبي في اول البتاع. انت هتخدع الناس يعني؟ الناس ما بتتخدعش، الناس عارفه ان فيه واحد خلاص ممكن يلبس عمة الدين وعشان يبيع كلام للناس. لا يا حبيبي، الناس فاهمه كل حاجه. انا بقول لك لم نفسك، لو جبت سيرتي تاني هجيب عليك بلاوي، وهروح اعمل لك محضر في الشرطه واخليهم يقفشوك في اي كمين، عشان انت بتقول عليها كلام مش محترم. انا بقول لك بقى انت حاقد، انت حاسد، انت عايز تضحك على الناس.